السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم فيديو جديد من قناة أحمد عصام الخطيب، واليوم معكم فيديو عشان رح نغير مكان بيتنا. كنا عاملين هناك بيتنا، بس إنه أنا قررت نغير مكان هنا ونعمل البيت أحلى. بدنا نحتاج خشب مش محلل عشان نعمل البيت، خشب شو اسمه البني مش محلل، وحجر. رح نعمل بيت من خشب بني وحجر، وإذا لقينا خشب أبيض نجيب خشب أبيض ونعمله. مثلا نروح نجيب الخشب البني، هذا خشب، أيوه هذا النوع. يلا خلينا نكسر. يعني آسفين على التأخر لأن لسه علي امتحانات وأكس قرب ينكسر. هذا الأكس يلا اكسر. خلاص خلصنا الشجرة الأولى. هناك في شجر، يا سلام. تعال نكسر هاي الشجرة. اكسر اكسر، ايوه اطلع واكسر فوقيك. هذا ما ليش لونه، غير لونه. شوف هيك تحطه وتجيب الأكس وتضغطه، مش تكسر جنبها، بس نمسك لونه، خلي نمسك لونه. إذا بدكم هيك لون بدكم، إذا عجبكم هيك بكون لونه اكتبوا تحت في التعليقات. إذا بدكم هيك اكتبوا كمان تحت في التعليقات. أنا مختار بيت من بيوت القرية يعني لحد الآن بظلني فيه. بعدين أخذ تختي ونروح. هم عندهم من تختين، ناخذ واحد فيهم ونروح. تعالوا لا بدناش نرجع احنا القرية، خلينا نروح هناك عشان نجمع. لسه بكير نرجع القرية. يعني يمكن مش هاي الحلقة نبني، الحلقة الجاية يمكن مش هاي الحلقة نبني الحلقة الجاية يعني البيت. إذا بدكم يعني أبنيه قدامكم اكتبوا تحت في التعليقات. إذا بدكم يعني أبنيه خلف الكواليس كمان اكتبوا تحت في التعليقات. هذاك هو الخشب الأبيض، يا سلام. تعالوا نعدي على الجزيرة. لا هو كمان في خشب أبيض، خلص روحي. بدكم بالكم الخشب البني والخشب الأبيض، اكتبوا تحت في التعليقات. أنا مش فارقة معاي. حكون البيت من حجر، من حجر فيه يعني مطبوخ يعني. نيجي نحطه جوا الفرن ونقشره كمان. ومن الخشب الأبيض ومن الخشب البني ومن الرمل. الأكس انكسر مع حجر. معي 39 حبة. خليني أرجع البيت عشان نعمل أكس. يعني كويس إن في شجرة قريب من بيتنا. إذا طلعنا هذولاك الشجر الصغار بيكون إشي كويس عشان نيجي نستناها لحتى تكبر بعدين ناخذ. يا سمية هون في حجر، وفي طريقة تعملوا شو، تجيبوا فحم. حتى إذا ما عندكم تجيبوا شايفين الخشب هذي تحطوها فوق الفرن قبل ما تشوي. حطوها فوق ما حطوها فوق ما تشوي الأكل. بعدين تيجوا تحطوا أي خشب، فرن فحم، تحط أي إشي. بعدين بس تطبخ بتطلعوا لك فحم طبيعي، مش فحم حقيقي. هذا الفحم بجيكم إياه، ما أحمل. لا خلص فحم قصدي هذا الفحم. والله ما شاء الله. المهم خلينا هسه نعمل أكس. معي ستيكس أيوه واحد بس. ليش 7؟ ليش 7؟ شو في 7؟ عكس هيك متعود على الترتيب يعني. لا تخلونا بالترتيب اللي مش متعود عليه. يعني بيوت القرية من القرية ما راح نسرق ولا إشي. يعني مش قصد هاي يعني ناخذ منهم الأشياء بالسرقة، هاي ما بستفيد منها، بس البيوت يستفيدوا منهم. هم بيستفيدوا من البيوت عشان يحموا حالهم من الوحوش. يلا خلينا نروح. وطبعا لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان نستمر نستمر لقرايبكم. وقولوا لهم يشتركوا في القناة ويعملوا لايك ويوصلونا ل100 مشترك في أسرع وقت يا أفضل المتابعين. خلينا نكسر الحجر. فحم لقينا فحم بدون ما نفوت كهف. أصلا إيش دخل فحم بالكهف؟ يعني شو اسمه كهف الفحم؟ عرفت كثير فحم دقيقة أنا قاعد أجمعه. دي اللي صار. خليني أكل لحم.
نمسك الأكس يلا نروح. يعني اللي عنده أي خبرة بالماوس والكيبورد، أنا شايف أشياء إني أنا شوي نوب فيها، شو تعرف الأقواس تساعدوني. أنا ضعف. خلينا نكسر نكسر. هي خلص هذا انكسر، الأكس انكسر على شجرة شو اسمه من اللون الأبيض. كمان مرة أبيض، حاجة كبيرة. بس غلط هذا. عادي غلط. واحنا بالامتحانات قربنا نخلص الامتحانات، ضايل أربع امتحانات وثلاثة من الوزارة. أنا صف سادس من قطر الصف السادس فيه ثلاث امتحانات من الوزارة، يعني ثلاثة من الوزارة. لا مش ثلاثة، كل الاختبارات ما عدا حاسوب من الوزارة. كل شو اسمه كل الصفوف بقطر، كل الاختبارات ما عدا كل الاختبارات ما عدا الحاسوب. كل صفوف قطر. الأول مش وزارة، والثاني مش وزارة، الثالث وزارة، والرابع مش وزارة، والخامس مش وزارة. شوف الأول وزارة، الثاني لا، لا الأول لا، الثالث والسادس وزارة من الابتدائي، والإعدادي التاسع، والثانوي التوجيه بس 12 يعني. خلاص كيف خشب شو اسمه البني، يعني عشان نكسر الأبيض. يعني أقل إيش نحتاج ستيك من اثنين. كم مع أبيض؟ معي 38 حبة بيضة. خلينا نكسر هسه أي واحد نلاقي قدام من لونين. أنا معي هذول 36 حجرة بدي أطبخهم هذولا. بس إذا انكسر أكس شو بدي أعمل؟ هي أكس انكسر تقريبا انكسر. قصب سكر هاتوا ما ناكل فيه. أيوه هات شجرة، هات شجرة يا سلام لقينا شجرة من لونين. أي طلعنا لك. أيوه هات قصب سكر عشان نعمل ورق. يلا كسر، نعمل سكر كمان. احنا سمعنا جينا يا حبيبي، ضيعت الطريق جينا منه. من هنا أيوة من هنا خلاص. أقولكم شو عرفت من هذول الأشجار هيك مكسورين، هذول الأشجار أنا كسرتهم من الأول. أيوة من هون جينا. بيت يعني ما راح أعمله وين لما كنت ناوي أعمله، لأنه كبر المرة. صار قلت لكم بدي أعمل بيت كبير بالحلقة الثانية لأني أنا واقفة بس لحالي. بس هسه أنا غيرت رأيي. بدي أعمل هناك، شايفين هذيك المنطقة مسطحة، أنا سطحتها وبدي أعمل بيت هناك. بعدين نروح ننام بأول بيت نلاقي قدام البيت. بعدين خلاص كيف شاب لحد الآن نروح نجمع حجر والرمل وهذول الأشياء الطيبة. المفروض كنت جمعتهم قبل ما نبدأ شو اسمه، قبل ما هو صح. نعم المفروض كنت جمعتهم قبل ما نصور الفيديو. خلاص أو نشوي كل الوحوش. بديش أرسمكم خلاص. خلينا نروح نجمع رمل هسه. وين رمل؟ كريبر. أيوه يعني مش جاي بعد المكان اللي بدي أعمل فيه البيت، يعني قتلنا بدون ما بينفجر. هذا الرمل كويس مفيش تحتيه مي. يلا اكسر. اكسر رمل اكسر. تكسير الرمل سريع يا سلام.
بس أقول لكم إشي، لما تيجي تكسر رمل لا تحطوا بلوك إذبتكم، يعني مثلا هيك واحد في، يعني واحد بده يتخبى من الوحوش بالليل. إيه ما عنديش مكان عشان آخذهم. واحد بده يتخبى من الوحوش بالليل، بيجي شو مكان، شو أحط، شو أشيل، شو بدي فيه، شو بدي فيه. لا اللحمة هاتها، لا اللحمة هاتها ألف هذا وارميه. هات الرمل، نحتاج الرمل 12 45 حبة. يلا نروح نشويهم. ترى 8 حبات فحم مش وستاك على الأغلب هيك يعني. وحط الفحم هنا وحط الرمل فوق. بس الرمل بشوي بطيء، الشموع عندي 8. خليكم نشوف مع البيت بالشمعتين. ما بعرف كيف الشمع انت تعرفوش. حط واحدة فوق الطرف، الثانية هنا، نحط هنا وهنا، نحط فوق الباب وقدام فوق الباب، هيك عشان نكون هيك نظام بس. وهذا كان نهاية مقطعنا لهذا اليوم، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان نستمر في هذه السلاسل، وانشروا المقطع هذا لقرايبكم وأصحابكم، قولولهم اشتركوا في القناة. وشكرا لكم ولحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.